نص كيلو لحمة وحتة منديل ضاني، وهخليكي توفري اكتر من 1000 جنيه، وهعلمك ازاي تنضفيه وتلفيه لحد ما تسويه ويطلع معاكي بالجمال ده كله. احلى طرب ممكن تعمليه، واحلى تتبيلة وخلطة ممكن تتعمل للطرب الضاني او العجال. يعني ايا كان نوع اللحمة اللي هتستعمليها، فانا هقولك ازاي تظبطيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاول انا عندي نص كيلو من اللحمة. انا هنا عامله ميكس ما بين اللحمه الضاني وما بين اللحمه العجال. هحتاج ليه وبعدين كبار من البقدونس او الكرفس متقطعين، نص واحده فلفل اصفر احمر سوري متقطعه، وقرنين فلفل سبايسي، وفلفله كبيره خضراء، ونص طماطمايه واخدين القشر بس بتاعها من بره او اللحمه من بره ومش واخدين القلب. قطعوهم باصغر تقطيعه تقدروا عليها. عشان الخلطة الحلوة بقى هنحتاج لمعلقة كبيرة من بهارات المشاوي، ونص معلقة صغيرة من الثوم البودرة، ونص معلقة صغيرة من البصل البودرة، ونص معلقة من البابريكا، نص معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الملح. هنخلط الكلام ده كله نص خلطة كده، وقبل ما نكمل خلط هننزل عليه بصلاية كبيرة مبشورة بميتها عادي، ما تصفوش المية ولا أي حاجة. لازم نفضل ندعك في الكلام ده كتير قوي، اعجنوه كويس قوي مع بعضه كده لحد ما الأنسجة بتاعته تكون متداخلة، وسيبوه كده يرتاح على جنب حوالي ربع ساعة. عندي بقى هنا كده منديل ضاني، تقدروا طبعا تكونوا مستعملينه فريش او يكون من الفريزر ايا كانت الطريقه. طب احنا هنا اللي عندنا ده خارج من الفريزر، وانا استنيته لما فك وتمام كده. حط عليه معلقه كبيره من الخل، ومعلقه كبيره من الملح، ومعلقه كبيره من السكر. هنقعهم لمده 10 دقايق في شويه من الميه البارده او الدافيه سوري، الميه الدافيه علشان تخليه معانا طري كده ويتلف بسهوله. هبدا بقى كده على البلانشيتا بتاعتي ان انا افرده كده بالحجم اللي يناسبني. تقدروا تعملوه فتخلوا كل صابع لوحدها، يعني كل صباع من الطرب كده يتلف لوحده، او تعملوا بالطريقه السهله اللي انا هقولها لهم دلوقتي وهنعملها، ان احنا هنلفه كل مره واحده. فردت المنديل بتاعي كده وبدات ان انا اوزع فيه الخلطه الحلوه بتاعه الطرب بتاعتنا، وهنلف عليها المنديل. وهنا لو انتوا عايزينه ما يفكش منكم ويفضل محافظ على نفسه كده وما يفكش مننا ولا اي حاجة، لازم بعد ما نلفه ندخله في التلاجة. طيب وده اول حاجة. تاني حاجة ان احنا نعمل اكتر من لفة علشان يكون هو اصلا بيبقى دسم، يعني هو اوريدي لازم بيكون طعمه دسم شوية. انتوا بقى ولادكم مش بيحبوه فهتكتفوا بلفة واحدة، وهقول لكم تتصرفوا معاه ازاي. هنا برضو دي طريقة علشان لو هنلف صوابع كده واحدة واحدة. وبعدين طويل بقى بتاعنا بعد ما خرج من التلاجة نبدأ ان احنا كده نقطعه بالحجم اللي يناسبنا. تقدروا تعملوا حجم الصوابع صغير او كبير زي ما تحبوا، وما تقلقوش مش هيفك منكم ولا اي حاجة بسبب التقطيعة دي، لا بالعكس هي هتبقى حلوة معاكم قوي. هبدأ ان انا كده ارصه وادخله في التلاجة عندي حوالي مثلا نص ساعة او تلت ساعة، لحد ما نكون مجهزين الجريل بتاعتنا. لو انتوا هتشووه على الفحم فممكن تحطوه في اسياخ او تعملوه في الشبكة. طب احنا مش عايزين نولع فحم، يبقى في الجريل بتاعتنا او في اي طاسة عندكم بتستعملوها في الشوي، هنحط حتة فحم كده على ورقة سوليفان ونكون مولعينها علشان ريحة الفحم تفضل موجودة مع الطرب وهو بيتشوي، فتدينا طعم الفحم بقى والمشاوي كده هتبقى حلوة قوي. الجريل بتاعتي مسخناها كويس قوي على نار متوسطه. طيب بننزل الطرب بتاعنا على الناحيه المفتوحه، يعني بصوا هنا كده بنحطه على الجنب المفتوح مش المقفول، سوري بنحطه على الجنب المقفول مش الجنب المفتوح، يعني اخر اللفه بتاعتنا. طيب دلوقتي اللي احنا لفيناه طبقتين خلاص، الطبقه بتاعته مش بتفك ولا اي حاجه. اللي احنا مدين له طبقه واحده ده هتلاقوه بيفرد معاكم كده، ما تقلقوش مش هيفرد بشكل كامل، ولكن هيبقى بيفتح معاكم على حسب بقى انتوا هتحبوا طبقات المنديل الضاني تكون كتير او لا. ولكن عايزه اقول لكم ان هو فعلا لما بتبقى كتير بتبقى حاجه كده واو، حاجه اخر عظمه. ولا تقولوا لي بقى من بره ولا اي حاجه، اعملوه في البيت وفروا على نفسكم وجربوا.